هلو هلو يا حلوين، صباح الفل والورد عليكم. عاملين ايه الاخبار؟ النهارده يا جماعه قررت قرار، وهو للاسف مطلعش قرار صائب بالمره. قلت انزل المول اتمشى واشتري شويه طلبات للبيت. نزلنا المول. انا بجد اتفاجئت، الباركينج زحمه جدا. دخلنا المول. هو مول سيتي سنتر الماظة. الدنيا زحمه بشكل مبالغ فيه. يعني بصوا، احنا من اول ما دخلنا بصوا الناس على السلم اللي قدامنا قد ايه. الناس كل في المول، يعني مصر كلها في المول ده. معرفش هما ازاي اتجمعوا بالشكل ده، بس زحمة بشكل فظيع. والاهالي بتتخانق مع ولادها والعيال بتزن بجد. يعني كانت نزولة يعني ما يعلم بها الا ربنا. المحلات كلها زحمة. وكارفور ده تقريبا كان يعني مش عارفة اخر يوم هيقفل ولا ايه، انا مش فاهمة، الدنيا زحمة فيه جدا جدا. حتى يعني ما رضيتش حتى اخش ابص حتى الاوفرز ايه، ما رضيتش اخش اشوف اي حاجة نهائي. يعني انا بس شفت اللاين من بره. يعني حتى ال سي كان عامل اوفرز برضو، نازل سيل، مفيش. بصوا العبد يا جماعة. يعني بصوا العبد. بصوا اللاين الطويل ده على ايس كريم. اللاين الطويل العريض ده. بصوا يا جماعة، على الايس كريم بس. بجد انا مش فاهمة. وبعدين ال اسمه ايه ده، بقيت المحل زحمة جدا جدا. طبعا دلوقتي نزل بقى حلاوة المولد وكده، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد النبي وان شاء الله. اهو بص حلاوة المولد اهي ورا. ممكن اقول لكم ارائي في شويه حاجه، يعني انواع من حلاوه المولد. جبنا الايس كريم، حتى كنت عايزه يعني اصور لكم الفليفرز الجديده اللي نزلت وكده. كان في بالقهوه نزل، وفي كذا حاجه كده جديده نزلت انا بحب بصراحه البلو بيري. بصوا كارفور شكله ايه. يا جماعه ما انصحش اي حد